مشاهد مشاهدينا تقشعر لها الأبدان، جماهير سعيدة أخرى تغني وأعلام ترتفع في كل مكان، وكان المغرب وخارج المغرب الكل يعيش لحظة واحدة. هذه مشاهدينا ليست فقط فرحة فوز، بل فرحة شعب وجد في هذا المنتخب صورة عن الأمل، الإصرار والاعتزاز، من المدرجات إلى الشوارع في هيوستن، الرباط، الدوحة، رام الله ومختلف المدن والدول العربية وغير العربية، فرحة بهذا المنتخب الذي قدم مباراة ممتازة خصوصا على مستوى الشوط الثاني، واستحق التأهل. ليلة جديدة من ليالي الفخر المغربي، ليلة تقول إن كرة القدم أحيانا تصبح أكثر من لعبة. كابتن، تحدثنا قبل هذا الاستوديو عن ضرورة استغلال ما يتاح من فرص، وخصوصا في الوقت المناسب. الهدف الأول جاء في الدقيقة 50 في وقت مناسب بعد الشوط مضغوط. طبعا شاهدنا، كنا تكلمنا وكنا متفقين ان الشوط الاول ما كناش في المستوى، ولكن الشيء الجيد ان ما استقبلناش ولا هدف، يعني اضعف فتره مرينا فيها. يرجع طبعا لبولو اللي كان مميز، انقذنا في المحاولتين، انفراد معه طبعا وانقذ المرمى وخلانا في المباراه. الشوط الثاني مع التغييرات كما قلت في اول محاوله، انا تكلمت بين شوطين مع حاتم، قلت احيانا حنا دزنا كلاعبين بعض الاحيان بدنيا ما تكونش جاهز، مش مستحيل باش تكون جاهز المستوى البدني كل المباريات. تجيك واحد الفتره من المباريات تحس بنفسك انك بدنيا مش جاهز، منهار، ما كايناش هذيك الثراوه البدنيه اللي تكلمنا عليها قبل. لكن اهم شيء هو انك تكون منظم بشكل جيد، ويكون عندك منافس افضل منك بدنيا، تكون منظم، تحاول ما امكن ان ما تستقبلش الهدف، وان تستغل الكرات الثابته. مهم جدا، لان الكرات الثابته اصبحت الان في الكره العصريه حل مهم جدا، وشاهدناه من خطا كان تمرير بشكل جيد وعمل كبير كذلك، لان عمل يحسب للمدرب والطاقم ككل. عمليه ليس بيعمل الكروس، لكن عمل العرضيه وناحي بالمهاره ديالو بالذكاء ديالو، يعني اسكن المرمى على في الزاويه اليسرى للحارس. الهدف هذا ريحنا اكثر، والرحيمي اكمل المهمه وامن، خلانا نرتاح وحررنا، لان كنا عايشين على الاعصاب، وحتى اللاعبين كانوا عارفين حاسين بان المباراه صعبه، خصوصا عندما تفقد الثنائيات وتفقد كره باستمرار ولا تكون جيد، وتشوف عن المنافس الاخر يعني قاس انه يخلق محاولات وقريب من التسجيل، تجيك هذيك الفرصه تسجلها، تستعيد الثقه مره اخرى. وهذا الشيء اللي وقع، استعدنا الثقه مع تغييرات المدرب اللي اولا احييه، لان لماذا امين؟ كل تغييراته من اول مباراه، ثاني مباراه، ثالث والرابع والخامس مباراه، يقوم بتغييرات دائما تعطي اضافه في عمليه دخول طالبي. انا بغيت نجيب طالبي وتكلمت عليه، وبعد غادي نشوفوا الاعاده ديال الهدف الثاني. هو كان من قطع الكره، هو اللي دخل الى العمق الملعب وركض بالكره وطلب الكره. كذلك المميز ابراهيم اليوم الشوط الثاني كان مميز وكان افضل، وهذه هي الجماعيه اللي تكلمنا عليها، اللي كانت بعض الاحيان خانته في المباريات السابقه. اليوم كان جماعي واعطى هدفين لزميله اللي يستحق انه يكون في المكان المناسب وسجل هدفين وساعد فريق الفوز. 3 أهداف تنضم دور 16 ضد منتخب اللي كان قوي متطور جدا، رغم اننا ما كناش في حالتنا الطبيعيه. صحيح. هذا يحسب للعناصر، يحسب طبعا للمدرب، ومبروك مره ثانيه. نعم، هذا الانتصار كابتن حاتم ينصف عصام الشوالي اليوم، خرج براء. لا هو اليوم براء عصام، كان على اعصابه قبل المباراه، كان على اعصابه اليوم. ليه؟ كان خايف، لانه كان متهم بانه هو اللي خلص على المنتخبات. لكن على سبيل اليوم لكن اليوم تاكد انه بريء. بعض احيان الناس تريد ان تضحي ببعض الاشياء، يعني في كل الاحوال احنا لما نتكلم اليوم على المباراه نتكلم على منتخب قوي حقيقه. يعني دائما نريد ان نتكلم من جانب ان المنتخب المغربي يستحق كل هذا الاحترام ويستحق كل هذه الاشاده. احنا نتكلم على منتخب لديه امكانيات كبيره، ونتكلم على منتخب صاحب انجاز تاريخي نصف نهائي
كاس العالم ونتكلم عن المنتخب لغايه الان سيحسم كاس افريقيا بعد فتره في التاس، يعني انت تعرف نهائي في كاس افريقيا وان كان كاس الامم منح على المغرب ولغايه الان سيكون في قضيه مجموعه. احنا نتكلم على تطور مجهود للكره المغربيه في السنوات القليله الماضيه، احنا لا نتكلم عن منتخب خالي من انجازات ثم نتكلم عليه كانه مفاجاه اليوم. احنا اليوم تغيير المدرب، ذهاب من وليد الرقراقي لحق انجاز تاريخي ويقدم كذلك اضافه كبيره للمنتخب الى محمد وهبي من اجل تغيير استراتيجيه ومن اجل تغيير طريقه لعب المنتخب المغربي، مدرب يعتمد على الكونتر اتاك ويعتمد على الدفاع الشرس ويعتمد على انجازات حققها بالمغرب الى مدرب حقق انجاز مع منتخب الشباب بالفوز بكاس العالم، ثم اليوم يريد جعل هذه الثقافه المنتخب المغربي يذهب الى كاس العالم من اجل ان يكون هو طرف في استحواذ وينافس ويستحوذ ويفوز باقناعه كما اراد الشارع المغربي والنقاد المغربيين. اعتقد ان اليوم ما نشاهده من محمد وهبي، واعتقد انه لم يلعب كره قدم في المستوى العالي ولكن درس في مستوى عالي، درس وتكون في المستوى العالي، وهذا في بعض الاحيان في لاعبين ليس لهم تكوين مستوى عالي على مستوى التدريب. لا اشكال في هذا، بمعنى انه حتى مورينو لم يلعب في المستوى العالي وكان حارس مرمى اعتقد ولم يلعب في المستوى العالي، نونو سبيريتو لم يلعب في المستوى العالي، والعديد من المدربين الذين لم يلعبوا في المستوى العالي، مع هذا انهم ناجحين على مستوى التدريب. فاليوم لما ناتي مع المنتخب المغربي خير الرؤيه ووجهه النظر على المنتخب المغربي، فاليوم نشاهد في منتخب يقنع ويؤدي بشكل جيد، وانا لا احكم على المغرب في 45 دقيقه، لانه في كره القدم وارد انك تلعب مع افضل برشلونه وافضل اسبانيا وان تضحى في احراج وان تضحى في مشكل، والبارح بطل العالم وضع في اشكاله مع كاب فيردي. فاليوم هذا المباراه تلعب على 90 دقيقه او اكثر، فاحنا شاهدنا تدخل مدرب في التغييرات، شاهدنا كيف تغير المنتخب المغربي، التنوع واستغل الكرات الثابته، وكذلك لما نعود الى الهدف الاول اللي سجله ناحي في عمل تدريب الكل يحجز من اجل ان تصل الكره لوناحي، معناه واضح انه في عمل وحكيمي واضح انه متفق عليه، يعني ليست معناه هكذا لعبه الكره الثابته، ففي عمل تدريب. مع هذا احنا نشاهد في المنتخب يقدم بشكل جيد. اليوم نشاهد ردود الافعال اليوم حضرتك فلسطين، وتحيه من عنا لشعبنا في فلسطين وهم كذلك يشاركون الفرحه. كره القدم اليوم نتكلم كيف تجمع الشعوب، صحيح، ولذلك نحن المغرب لابد ان يعلم انه لا يمثل المغرب، صحيح هو مغرب اكيد، يعني يمثل الجماهير المغربيه داخل المغرب وخارج المغرب، لكن هو مربوط بنا كذلك، نحن كعرب ونحن نفرح بترشح المنتخب المغربي ونسعد بالمستوى اللي وصل المغربي، وان كنا احنا تاخرنا في كره القدم لا اشكال في هذا، لانه انا اليوم لما اشاهد هذا المستوى وان المنتخب المغربي قادر ان ينافس الكبار هذا يسعدني، لانه احنا المغرب واحد منا. المغرب احنا كنا اكيد نتنافس ما بيننا لا اشكال، التنافس ما بيننا لكن نحب الخير لنفسنا ولغيرنا. بس انا لما اشاهد اليوم المغرب ينافس والمغرب سيدخل المباراه القادمه يا اما باراغواي يا اما فرنسا، هذا يسعدنا ان تكرار التجربه مره ثانيه المغرب، وهذا يعد ليست مفاجاه 2022. لذلك الكثير تكلموا انا مفاجاه 22 كانت المغرب، اليوم تاكيدا انه المغرب في خطه والمغرب في عمل يعمل من طريق الاتحاد ومن طريق اكيد الوزاره ومن طريق الحكومه المغربيه من اجل قيام ببنيه تحتيه ومن اجل كذا ومن اجل كذا ومن اجل كذا الى ان يتكرر هذا الانجاز، فهنيئا للمغرب بهذا الانجاز، نتمنى ان يواصل في تحقيق المنجزات ونتمنى ان يصل الى دور النهائي، وان لم يكن نتمنى له الفوز في كاس العالم القادمه